الأخيرة هناك طبعا أيضا حتى أيضا هناك تسمية أخرى أيضا اسم أيضا أطلق على هذا الميناء الظهار. إذن هناك عندنا عطار والظاهرة والظهار هي أسماء، وبعد ذلك استقر الاسم الأخير. لكن حتى هذا الاسم الأخير هو أيضا اسم قديم لا يعتبر اسم حديث، يعني ممكن يمتد هذا الاسم إلى 700 سنة، لأن بالفعل عمر المنطقة أو البلاد الفوقية، البلاد قبل ما ينزحوا الناس إلى منطقة الساحل في حدود تقريبا 700 سنة. فالحامي على مر التاريخ كانت هي ممزرا للماء، وعلى هذا الأساس احتفظت بأهميتها التاريخية من هذا الجانب. أولا لأنها كانت موطن للعديد من الربابن، وثانيا لأنها أيضا مكان للسقيا أو لتزويد السفن به. اشتهرت الحامي بمينائها القديم وبأبنائها الذين مارسوا النشاط البحري، وقد أنجبت هذه البلدة على مدى القرون الثلاثة الماضية نخبة كبيرة من أشهر الملاحين. ومن أجل حفظ التراث البحري العظيم تم تأسيس فرقة اليمن الشعبية في الكويت عام 75، ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم ظلت هذه الفرقة تختزل لنا تاريخ وتراث أشهر ربابين السفن الشراعية في الوطن العربي. التراث البحري، وهذا التراث البحري يعني معروف عند الناس كلها. كان يعني مثلا في اليمن هنا يروح الصنابي السواعي من كل اليمن، يعني من الحديدة، من عدن، من المخا، من الخوخة، من كل بلد يعني تروح البصرة. وكان الربابين موجودين كلهم تقريبا في الحامي، وكان يجي مول الحديدة إذا كان يعني رايح يبغى البصرة ياخذ له ربان من الحامي هنا مشان يعني يسهل الطريق. ونحن إذا قد نحن بغينا يعني الداخل، يعني بغينا جدة ولا بغينا يعني مثلا ينبع ولا بغينا شيء، لازم نمر عندهم هناك ناخذ ربابين نحن من عندهم، لأن كل منطقة ناس يعني مختصين بأحوال المنطقة. فنحن الآن بنخسر الموضوع. نحن بنقدم يعني مثلا رقصة الكاسر. رقصة الكاسر هذا ورقصة الكاسر هذه يعني معروفة يعني في اليمن كلها، لكن الآن اندثرت. فمع بقينا اللي نحن هذول تشوفون احنا قدامكم يعني ماسكين، حتى هنا في الحامي الروح بدها تندثر. فنحن بنقدم حاجة يعني مثلا بسيطة، لأن هذا الكاسر هذا يعني مثلا يكون يعني يقدموا حوالي تقريبا 20-25، كان يشترك 12-13 طار في الكاسر هذا، وكان في مرواس، وكان يسمع من محل بعيد. يعني لما تكون الساعة يعني داخلة للبندر، داخلة يعني مثلا للبندر، فنحن يقوم هذا يعني مثلا بدقة الكاسر هذا، يعني مثلا الناس يعني يعرفوا ان هذا يعني موسم ساعة البلد هذا. يو شافلنا يو
معروف أن سكان الحامي كانوا يملكون أسطولا بحريا تجاريا من السفن الشراعية تقدر بأكثر من 50 سفينة عابرة للمحيطات، وكانوا يسيرون الخط التجاري القديم بين الشحر والهند والخليج العربي، كما كان لهم دور كبير في مقاومة البرتغاليين. تشتهر الحامي الآن بمياهها الكبريتية وعيونها الساخنة ذات الخصائص العلاجية، حيث يستشفي بها المرضى من أمراض الجلد والروماتيزم وغيرها من الأمراض. كما تستخدم هذه المياه لري بساتين النخيل ومزارع الحبوب والخضار. وتعتبر الحامي من المزارات السياحية لما تحتويه من تراث ثقافي عظيم، وباعتبارها من أهم مراكز الاستشفاء التي تتميز بها عيونها الكبريتية الساخنة. لكن تاريخها وتراثها البحري سيظل شاهدا على تاريخ أعظم أسطول شراعي في الوطن العربي. وأملنا ونحن نغادر هذه البلدة أن يتم توثيق هذا التراث وتشجيعه قبل أن يندثر.